السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقة عمل الكبدة. ده نص كبدة بلدي، بيبقى هو حاطط حتة فيها دهن كده، مقطعاه يعني مقطعة الكبدة قطع صغيرة، وبشرة جزرة، ومعايا قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وتوم كتير كده عشان انا بحب توم كتير. هنحط طاسة على النار فيها معلقة زبدة، هنسيبها تسخن بس مش قوي عشان ما تتحرقش. عشان دي انا مش بحط لها زيت، انا بعملها بسمنه بلدي بس. انا بحب اعمل الكبده جنبها رز وسلطه، او كنت عملت الرز وغطيت عليه. دي الكبده ما بتاخدش 5 دقايق. حطيت الكبده كده تاخد صدمه، هنفضل نقلب فيها لحد اللون بتاعها ما يتغير. كده اللون بتاعها بدأ يتغير معانا اهو. هننزل بقى بالجزر، نديله تشويحتين. الجزر بيخلي طعمها جميل قوي، انا بحبها في الخضار قوي. اوقات بحط لها كل اي حاجه عندي في التلاجة بحطها لها. اوقات بعملها بالزبدة بس وشوية فلفل وخلاص. وهننزل بالفلفل، هنشوحه هو كمان تشويحتين كده. هنزل شوية فلفل اسود، شوية كمون، مكعب مرقة. مش هحط لها ملح ولا شطة ولا اي حاجة عشان ابني ياكل منها، ويربي ياكل منها والله. هو دلوقتي مش بيعرف يبلع خالص، فيا رب يرضى ياكل منها. كده الرز كان اتشرب معانا المية، نقلبه بقى ونحط عليه ونسيبه يستوي. كده تمام، هحط لها بس الثوم، شوحه تشويحتين وخلاص. كده هي كده تمام معانا اوي، استوت معانا زي الفل. التوم انا بحب احطه في الاخر عشان الريحه بتاعته تفضل موجوده فيه.
وده شكلها بعد ما خلصت. كان جنبها رز وكانت طعمها تحفة بجد. جربيها ان شاء الله هتعجبك. شكلها اصلا يغني عن الكلام والله. كمان الكاميرا ظلماها والله. شكرا.